عندي هني 3 أكواب من الطحين الأسمر، راح أضيف له 3 أكواب من الطحين الأبيض. عندي هني أنا كوب من الماي الدافي، حطيت له قفشة كبيرة من الخميرة، قفشة طعام كبيرة من الخميرة، وشوية من السكر. الحين راح أخليهم هني عندي كوب من التمر، ضفت له كوب من الماي الحار، راح أخليه شوية لين ينين التمر، وراح أبدأ أعجنه عشان أحصل على خلاصة التمر. عندي هذا التمر عقب ما عجنته مع الماي وصار لي، راح أضيفه الحين على الطحين اللي عندي. راح أخلي العجينة الحين تنعجن عدل، وراح أبدأ أضيف تدريجي كوب من الماء الدافي لين يتكون عندي عجينة متماسكة. عندي أنا هني عجينة عقب ما خلصت، راح أخليها تتخمر، وراح أبدأ أشكلها معاكم إن شاء الله بعد ما تتخمر. هني ما شاء الله العجينة عقب ما تخمرت، راح أبدأ أخذ منها كور صغيرة، أحشيها بجبن وأغطسها بالسمسم وأكورها وأخليها. هني هذه العجينة عقب ما تخمرت، أخذت قطعة منها حشيتها هني جبن مع نعناع وصماق، راح أغطسها أكورها وأغطسها بالسمسم وخليها ترتاح. أنا هني عندي العجينة عقب ما كورتها وحشيت نصها زعتر وجبن وبعضها خليتها سادة، راح أفردهم وراح أخليهم بهذا الشكل حجم صغير. أخذها شوية بالشوكة وراح أخبزها في الألمنيوم، هذا الفرانة عندي مالت الجريوي، وبس راح أمسحها بعدين شوي. أنا هني عقب ما أحطه لازم أرد أقلبه على الجهة الثانية، لأن الشواية هذه بس من فوق اللي متحمر. هني عندي شكل التبدون عقب ما أخلص ما شاء الله. بس الحين راح أمسح عليه شوية زيت وشوية سمنة نباتي، راح أخلطهم مع بعض وأحط عليه ويكون جاهز.